بداية سيد إسماعيل، تعازينا الخالصة في هذا المصاب الجلل. مع الأسف شهدنا مشاهد مؤلمة لجثث متحللة، فيما لا تزال عمليات الانتشال لجثث أخرى متواصلة. لو تقربنا من المشهد بليبيا وتعطينا أكثر تفاصيل حول الموضوع. المشهد جد كارثي. عليه كارثة لم يكن عن ليبيا ولا مدينة او في انجراف سدين، السد الاول بطول بارتفاع 75 متر وبعرض 300 متر وباساس 104 متر، يعني نحن نتكلم على جائحه غير معهوده، ترتفع المياه اكثر من 75 متر لينهد السد، ثم يكون امامه سد اخر اصغر منه حجما، ولكن الواقع العملي نحن نتكلم على اكثر من 21 مليون متر مكعب قد جرفت مدينة درنا. مدينة درنا أضحت من التاريخ فيما يتعلق بدرنا الأولى التي التاريخية والتي قريبا من مجرى الوادي الذي شقرها إلى نصفين، هذا من زاوية. من زاوية الثانية ما بدا واضحا أنه البطء فيما يتعلق بحجم الاستجابة لما يتعلق بهذه الكارثة، سواء من السلطات المحلية أو من السلطات الدولية أو من الجهات الدولية، إذا استثنينا بعض الدول الصديقة التي حقيقة بادرت بإرسال معوناتها كالجزائر والكويت والأردن وبعض الدول. من زاوية ثانية، من المهم جدا القول بأن الإشكال العميق في ليبيا يكمن في عدم وجود فرق متخصصة للبحث عن الناجين أو للبحث عن الجثامين أو للبحث عن المفقودين أو للبحث في داخل الأغوار والكهوف والأودية السحيقة التي متخلل بها ما يتعلق بتلك المنطقة. أيضا البحث فيما يتعلق يحتاج إلى غواصين في البحر، وهناك جثث حاليا ما يخشى هي الجثث المحللة والتي بدأت في التحلل بعد مضي هذه المدة، الليبيون يسابقون الزمن، لكن من الصعوبة جدا القول بإمكانية وجود ناجين. نعم وجدوا ناجين ربما يزيد على عدد على 500 إلى الآن، لكن هل يمكن القول بإمكانية وجود ناجين؟ ربما، لكن قليل وقليل جدا. المهم جدا في أن يكون هناك آلية لجمع الرفات ما يتعلق بالذين ذهبوا إلى البحر قبل أن يلتهمهم الحيتان أو تقذفهم الأمواج إلى أماكن أخرى. من زاوية ثانية الذين غمرتهم المياه وربما اختلطت المياه العذبة أو المياه الموجودة بالآبار السوداء بغيرها مما يؤدي في تحللها إلى انتشار كثير من الأمراض والأوبئة، وهو إشكال آخر. من زاوية ثانية معونة ما يتعلق بالموجودين على أرض الواقع الذين فقدوا دويهم وأهلهم ومدينتهم وإمكانياتهم، ويجب أن يكون هناك رعاية طويلة المدى وليست بسيطة، وهو أمر يستدعي وجود مؤتمر حقيقة من أجل ليبيا ومن أجل درنا. سيد إسماعيل، بالعودة للفرق الجزائرية المتدخلة المتكونة من 113 عون حماية مدنية من مختلف الرتب والتخصصات، منها فرقة أنا لا أسمعكم. سنحاول إذن حل هذا الوضع. والآن هل أنت في الاستماع سيد إسماعيل؟ نعم. جيد. بالعودة للفرق الجزائرية المتدخلة المتكونة من 113 عون حماية مدنية من مختلف الرتب والتخصصات، منها فرقة الغطاسين، الفرقة الطبية المختصة في طب الكوارث، فرقة إدارة العمليات، فرقة البحث والإنقاذ، وفرق سينوتقنية ولوجستيكية وأخصائيين نفسانيين كذلك، كما تضم الفرقة عتاد خاص بالتدخل في الفيضانات. إذن تتواصل عمليات البحث والتمشيط على قدم وساق للفرق الجزائرية المتواجدة بليبيا. الشكر للجزائر الشقيق بمقدمته، لكن الواقع العملي علينا أن ندرك حجم الكارثة. الكارثة أكبر من ما يتصور الجميع، ستحتاج إلى فرق وفرق أخرى وفرق مع الفرق. نحن نتكلم على آلاف، العدد سيزيد على أكثر من 25,000 ممن فقدوا بشكل كامل، سواء المتوفين أو الذين هم في عرض البحر أو في الكهوف أو تحت الأنقاض. نحن نحتاج بشكل عاجل وسريع إلى ما يتعلق بالذين يمكن أن لديهم خبرة كافية للغوص في الأعماق، ولديهم قدرة على التعامل مع الوحل والمياه السوداء، أو الذين لديهم قدرة في البحث عن الموجودين أحياء تحت الأنقاض أو البحث في الكهوف. هذه الفرق غير متوفرة نهائيا في ليبيا، لأن ليبيا ليست لديها تجربة في هذا، ولديها بعض الإمكانيات المبسطة كدول كالجزائر وبعض الدول الأخرى، وربما لديها الإمكانيات الكبيرة لأنها ربما تعاملت مع جوائح سابقا ولديها إمكانياتها، وهي مشكورة جدا فيما قدمته.
وما يتمنى هو العمل على إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الأرواح من زاوية، والعمل على الاستعجال من زاوية ثانية، والعمل على أن يكون هناك رأب للصدع في الذين هم أحياء من زاوية ثالثة. أي نحن نتكلم على أن هذه الفرقة التي أتت من الجزائر قامت بدور كبير وكبير جدا، وأخرجت الكثير من الجثث والجثامين والذين عانت حتى في الموجودين تحت الأنقاض، وهو أمر. وأيضا هناك غواصون متخصصون، وهو أمر مهم ومهم جدا من أجل انتشال الجثث. من واقع عملي ليبيا بالرغم من وصول أكثر من 35 طائرة من مختلف الدول للإعانة، إلا أنه لا يزال ما يتعلق بالنقص في البحث بشكل حقيقي، لا يزال هناك نقص، لأن الفرق التي تقوم بالبحث مهما كبرت هناك آلاف، ليس العدد البسيط، والدقائق والساعات تؤثر فيهم. ليس الموضوع يحتاج إلى نوع من التواجد الكبير والكبير جدا، ويجب أن يكون دوليا من خلال رفع المساعدات بحيث تصل الفرق إلى عدة فرق. من أجل ماذا؟ من أجل أن يكون هناك إنهاء للعدد الموجود أو المفقود، والعمل على تهيئة الظروف للذين هم أيضا موجودون تحت الأنقاض من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه إن وجدوا أحياء، والعمل على إعادة تهيئة المدينة لكي تكون مدينة، لأنه إن بدأ التحلل للجثث ستنتشر الأمراض والأوبئة، وأيضا تهيئة الظروف أمام الأحياء ممن فقدوا ذويهم. والواقع أن المأساة كبيرة في ليبيا وكبيرة جدا. الالتحام الشعبي حقيقة والوطني أيضا في ليبيا كان لا نظير له، وواقع عملي أنه حقيقة سيد ما إسماعيل أفقده الساسة حقيقة أتى به المواطنون بالتحام. سيد إسماعيل، كذلك كانت هناك أوامر من الجيش بإخلاء مدينة درنا الليبية لتسهيل عمليات البحث والإنقاذ. لو نحن نتساءل يعني ما هو مصير الساكنة التي كانت هناك؟ تقديري أن عمليات بعين الموضوع الأول هي ربما بعض هكذا يفسر على أنه محاولة قدر الإمكان لإعادة ديموغرافيا جديدة للمنطقة، خاصة وأنها في وضع سكاني غير متجانس مع بعض المناطق الأخرى. هذه هي الحقيقة، ولذلك أخشى ما يخشى في أن يكون هناك تفريغ للمنطقة من محتواها وإعادة وضع ظروف أخرى سكانية جديدة. الأمر يحتاج إلى إعادة نظر، ولا أعتقد أن الأمور ستسير بهذه الوتيرة. يجب نعم أن يحافظ على الناحية الصحية، وأن تعزل بعض المناطق من أجل أن انتشرت بها الأوبئة من أجل الناحية الصحية فقط، لكن أن يكون هناك إعادة تأثير. إسماعيل، نبقى في الجانب الصحي. لو نبقى دائما في الجانب الصحي، المياه في درنا أصبحت ملوثة وغير صالحة للشرب، وكل محطات تحلية المياه متوقفة. ما هو السبيل في التعامل مع هذه الكارثة من جانب الحكومة؟ نعم، يجب على الحكومة والحكومتين، نحن نتكلم على حكومات تتصارع أيضا، نحن نتكلم على هذا الواقع بأنه الحكومة المنطقة الغربية لا تستطيع مد، رغم أنها قامت بإجراءات، لكن مد الوصول إلى المنطقة الشرقية أمر صعب باعتبار أن هناك سلطات أخرى وتحكمات أخرى. ومع هذا ضرورة أن يتم توفيرها هذه المياه وبشكل عاجل وبكميات تكفي لهؤلاء الموجودين. لا بد من ذلك من خلال عمليات عاجلة، سواء المياه المقررة سابقا أو المياه المنقولة من خلال سيارات ضخمة، وكل ذلك ممكن. ليبيا لديها هذه الإمكانيات، ويمكن العمل على خلق جسر يربط درنا ومحيطها والمناطق الأخرى المتأثرة ليس فقط درنا، بعض المناطق الأخرى أيضا تأثرت سلبا بهذه الجائحة. عدد المتأثرين ربما يصل إلى 890 ألف، نحن نتكلم ما يقارب على 1,000,000 ليبي تأثروا بهذه الجائحة في تلك المنطقة، وهم سكان المنطقة نهائيا. إذن سيعانون ويعانون حاليا سواء من شح المياه النظيفة أو الإمكانيات فيما يتعلق بالغذاء والأكل وانتشار الأوبئة وعدم القدرة على الانتقال، أيضا ما يتعلق بتدمر الطرق التي يمكن أن توصلهم كالسابق. الواقع أليم ويحتاج إلى عناية خاصة، ويحتاج إلى عمل دؤوب وإلى لجان متخصصة تقوم بهذا العمل جميعا. سيد إسماعيل، أنت قلت أن هناك حكومتين متنازعة. وزير الشباب بحكومة الوحدة بليبيا قال أن هناك تنسيق وتوحيد للجهود بغض النظر عن الانقسام السياسي. هل الأزمة التي شهدتها درنا وحدت الأطراف المتنازعة في ليبيا؟
حقيقة نعم، وحدت الجهود من أجل العمل على إنقاذ درنا وإنقاذ الشعب الليبي، لكن لم تتوحد الجهود السياسية. لا تزال هناك حكومتين، نعم لم تبرز الخلافات على السطح من الناحية السياسية، لكن في الواقع ما الذي جعل الليبيون إلى الآن لا يستطيعون إنقاذ أبنائهم وهم بعرض البحر؟ هذه دلالة على أن الحكومات غير ناجحة وغير قادرة وغير سوية. والليبي حقيقة والوطنيون ينظرون إلى أنه يجب أن تحمل المسؤوليات وتحملها، ويجب عليهم أيضا أن يكون هناك تفكير جدي في الاستقالة. لما لا يتفكرون؟ لأن الواقع العملي أن الكارثة كبيرة، ولذلك عندما تكون جائحة بهذا الحجم، أكثر من 20,000 مفقود حقيقة بسبب ماذا؟ النصيحة التي أسداها لديهم حفتر عندما اقتربت الجائحة بأن يلتزموا في بيوتهم ويبقوا، فبقوا في بيوتهم فنقلهم البحر. إذا من يتحمل المسؤولية؟ من الذي يتحمل المسؤولية وراء الحقيقة سقوط الجسور؟ هذا إن لم تكن بفعل فاعل، لأن هناك سماع أصوات قوية ربما تكون انفجارات. أيضا من الزاوية الثانية، ما الذي يتحمل كل هذه الفظاعات والقتل والدمار وبقائهم؟ أين هي الإمكانيات للدولة الليبية؟ أسئلة حرجة، لكن أجوبتها لا يمكن القول بأن الحكومات الحالية والأجسام الحالية، مجلس النواب ومجلس الدولة والمجلس الرئاسي والحكومات المتصارعة المتناطحة، لا يمكنها أن تقوم بشيء كثير في ظل هذه الظروف، ولذلك لزاما عليها أن تقدم استقالاتها في تقديري، وأن ترحل الليبيون نعم في ظروف حرجة، لكن الأكثر إحراجا ربما يتسبب. نحن في بداية الخريف، فماذا بعد أن يبدأ الشتاء؟ إذن سنتكلم على كوارث تلو الكوارث تلو الكوارث. اسماعيل، بالعودة إلى المفقودين، هل هناك آمال في العثور عن أحياء تحت الأنقاض، سيما وأن عضو الهيئة الليبية في درنا؟ أنا لا أسمعكم. قلت لك سيد اسماعيل، بالحديث عن المفقودين، هل هناك آمال في العثور على أحياء؟ لا أسمع. سيد اسماعيل، نحن نحاول يعني حل هذه المشكلة. هل أنت في الاستماع الآن؟ نعم أنا في الاستماع. جيد. إذن هل هناك آمال في العثور على أحياء تحت الأنقاض، سيما وأن عضو الهيئة الليبية في درنا قال أن هناك أمل في العثور على أحياء تحت الأنقاض؟ نعم هناك أمل جدا، وهناك نداءات من البعض وهناك الإنقاذ، بل وصل عدد الذين تم إنقاذهم ربما إلى أكثر من 500 شخص. أي نحن نتكلم على أنه بالرغم من مضي المدد، إلا أن إمكانيات البحث أو الوجود أحياء ووجود من تحت الأنقاض أمر ممكن، لكن كلما ازدادت المدة كلما نقصت هذه الإمكانيات، ولذلك بعد مدة وجيزة سيتم العمل على اعتبارهم حقيقة مفقودين، وأنهم قضوا فيما يتعلق بهذا الانهيار العظيم. ونقول بأن الدنيال نعم فقد الليبيون فيه كثير من رجالهم ونسائهم وأطفالهم وشيوخهم وأسرهم وإمكانياتهم، لكن بقى الوطن وبقت اللحمة الوطنية وبقى الأشقاء من كل الدول التي ساعدت ليبيا وساعدت أيضا من أجل تجاوز هذه الأزمة. شكرا جزيلا لك سيد اسماعيل الرملي، أستاذ جامعي وباحث في الشؤون السياسية. شكرا على كل هذه التفاصيل.